اخواتي الاوائل، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا قبل ما ابتدي اي كلام وقبل ما اقول اي حاجه، مليون سلامه لكابتن النادي الاهلي والراجل الرجوله كابتن محمد هاني. ان شاء الله ترجع لنا بالسلامه وان شاء الله تكون اصابه بسيطه، ما تكونش رباط صليبي، لان النهارده طبعا سمعنا اخبار اللي بتقول مستنيين الورم يخف شوية عشان يتعمل أشعة ويتأكد إذا كانت الإصابة إيه هي. إن شاء الله تبقى خفيفة إن شاء الله. إحنا محتاجينك معانا في اللي جاي، وكفاية إن أنت لابس تيشيرت النادي الأهلي، فأكيد طبعا كل الأهلاوية بيدعموك، وكل الأهلاوية بتحبك وبتقول لك ألف مليون سلامة يا كابتن، وإن شاء الله ترجع على خير يعني. تاني حاجة، آه طبعا احنا عدينا بكبوة، وانا دي هسميها كبوة، والحمد لله اللي هي عدت كده على كده، وعدت بحلوها بمرها. بس كعادة النادي الاهلي لما بيخسر بطولة بيعوضها ببطولات. زي ما السنة اللي فاتت برضو احنا خسرنا السوبر الافريقي، وعوضناه الحمد لله ببطولات افريقية وتالت عالم وسوبر مصري، حاجات كتير يعني الحمد لله. فالنهارده انا طالع معاكم اقول لكم برضو يعني ما تقلقوش من النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، هي درس وعدى بحلو وبمر وعدى. في اخطاء، في تاثير، والكلام ده واضح قوي جدا كمان. بعد ما كابتن سيد عبد الحفيظ كابتن مشي من النادي، اوضه اللبس بتاعت النادي الاهلي واللعيبه حصل ليها خلخله، مش هنقول بقى تفشكل، خلخله. لازم اعاده النظام في اوضه اللبس، لازم اللعيبه يتقفل عليها اكتر من كده، لازم الخروج كان بقى فسح مولات افتتاحات ايا كان، لازم اللعيبه تستأذن قبل ما تروح، مش عيب. لان لما تساب الحبل وساف يعني سايف السايب كده زي ما بيقولوا، شفنا النتيجة ايه. النتيجة اللي احنا ولا اداء ولا مستوى في مباراة في بطولة كبيرة. بالنسبة لنا بطولة، بطولة زعلانين عليها، زعلانين عليها. لعيبتنا قصرت، لعيبتنا قصرت، كان في تأثير، كان في تأثير. آه وحابب برضو اقول حاجة، كزملكاوية افرحوا وزيتوا واعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه، بس اوعى تعيش على واحد اهلاوي، واوعى تنسى تاريخك. انتوا كنتوا بتبوسوا الايادي في مطوشة، انتوا كنتوا بتعيطوا في مطوشة بالدموع، بيتمنى الماتش يخلص، كنتوا بتنزلوا من المدرجات تجروا ورا لعيبة النادي الاهلي. كل ده متسجل صوت وصورة، فاوعى تعيش علينا. افتكر جوزيه، افتكر فايلر، افتكر موسيماني ده كان عاملكوا فسحة. يعني بيتسو موسيماني اللي انتوا كنتوا عمالين تقولوا عليه اللي هو مش مدرب عشان تمشوه تكرهوا الناس فيه اعلامكم وانتوا كجمهور، تمام. هو كان عاملكوا فسحه عشان انتوا كنتوا عارفين ان انتوا كنتوا بالنسبه له فسحه، وهيفضل موسيماني معلم عليك في مباراه القاضيه والبطوله التاسعه بتاعتنا. دي هتفضل نقطه سودا جواك انت مش عارف تمحيها، انت عمرك ما هتعرف تمحيها، وعمرك ما هتعيش فرحتها واجواءها، عمرك. صدقني مهما لف بيك الزمن ولا مهما لعبت بطولات، عمرك ما هتعرف تحتفل بيها ولا بذكراها ولا باليوم الجمعة بتاعتها. صدقني انت كزملكاوي، فانت افرح يا عم، مبروك كسبت، مبروك خدت بطولة مننا، مبروك يا عم، عادي. ما احنا لسه عندنا اللي جاي، لسه عندنا سوبر عايزك كده ايه في عافيتك كده، لسه عندنا دوري عايزك بعافيتك كده برضو، انت فاهم، ما تنسحبش وتخاف مننا، تمام. لكن احنا كبوة، والكبوة صدقني اما الاهلي بيحصل له كبوة وبيلاقي الزيطة كتير بيدي على العين كتير قوي، بيدي ومش هيرحم حد. النادي الاهلي مش هيرحم حد، سواء بقى فريق كبير تخين رفيع، كان هو ايه جماهيره ايه، الاهلي هو الاهلي، هو التاريخ، هو البطولات، هو بطل افريقيا، هو بطل مصر والعرب. سلام.